السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة عالم هبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. شايفين اللي انا فيه يا جماعة؟ ادي اخرة اللي بتعمل تدهن الشقة او الريسبشن قبل العيد. انا دهنة قبل العيد بحوالي 5 ايام، ويا ريتني ما عملت العملة دي. شايفين البيت يضرب يقلب من الكركبة، والركنة اتبهدلت. لو اني كنت حاطه كل حاجه في اوضه واحده بعيد عن البهدله، بس طبعا وانا بخرج اتبهدل الدنيا. فقلت يلا نعمل النهارده روتين معاكم. هنغسل الركنه بمكونات موجوده في البيت وهترجع جديده زي الاول. او شوف الركنه عامله ازاي. شفتي؟ دي كلها بقع تراب من النقل بس مش اكتر، لان كنت بنيمها على جنبها على ما بدخلها الاوضه جوه لانها عريضه. وطبعا البيت مكركب، طالما البيت فيه عمال او كده انسي انك تعرفي تسيطري على حاجة. وطول ما هو مش مفروش مش هيبقى منظم. خلاص هبدأ معاكم دلوقتي التنظيف. جبت اي مسحوق اوتوماتيك عندك عشان ميعملش رغاوي، وعندي المعطر بتاع فريدة بريحة النظافة، تحفة تحفة تحفة. كان عندي شوية كلوركس الوان فايدين بقالهم فترة، فقلت اما استخدمهم في الوصفة دي لان في بقع. هجيب ميه سخنه دلوقتي واحط عليها شويه مسحوق من بتاع الاوتوماتيك، وبعدين احط عليها الكلوركس الوان، وبعد كده هحط المعطر بتاعي وهكمل ميه. هجيب معطر فريدة ده فظيع. الدوني بتاعه كويس، المعطر كويس، سواء ده بيستخدم في المسيح برضو، سواء بتاع الارضيات او معطر الجو. منتجات فريدة تحفة ومش مقاطعة. كده خلاص. وجبت سبونشة جديدة نضيفة عشان بس احافظ على القماش بتاعي. وبعد كده هبدأ اشتغل في الركنة. الركنة بجد كانت مبهدلة، هي مش بايناكوا اصلا في التصوير. الركنة كانت متدمرة، على ما اجددها ان شاء الله. انا عامله واحده جديده في الريسبشن بره، وقلت دي تبقى جوه البهدله الولاد دلوقتي. هبدأ معاكم. هدعكها كويس قوي 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 عشان خاطر البقعة دي تروح. انا عايزاها ترجع نضيفة زي الاول. اقعد اغسل فيها، همسك الركنة جزء جزء، مش هسيب فيها حاجة خالص. الكتاف بتاعتها، الظهر بتاعها، المسند بتاعها، القاعدة، كله امسكها ادعكها. وبعد كده اجيب فوطة مبلولة مية، وامسحها كويس. كل ما الفوطة حاسة ان هي اتبهدلت معايا اشطفها بمية نظيفة وارجع انضف الركنة بتاعتي من الاريا والمسحوق اللي فيها. بس ريحتها كانت فظيعة، ريحتها فظيعة فظيعة فظيعة. ولسه لما تنشف هشغل عليها المروحة وافتح الشبابيك بتاع البيت وهتنشف. قلت ابدأ بيها لانها هي كانت مبهدلة قوي، وبعد كده ادخل الاوض جوه اظبط حاجة حاجة. الريسبشن انا مش هعرف اعمل فيه اي حاجة دلوقتي لحد ما الستار للاسف تتعلق، عشان الشنيور وكده هيبهدل الدنيا في التخريم. بصوا كل حتة فيها همسكها ادعكها دعكة محترمة، تنظيفة محترمة للركنة. احنا في داخلة عيد وفي نفس الوقت ايه، بهدلة تنظيف الشقة والدهان. شوفوا كده خلاص تقريبا كنت خلصت دعك الركنة كلها اهو. حتى باينة في القماشة بتاعتها المية باينة. هجيب بقى فوطة نظيفة وابلها مية، وبعد كده ارجع انشفها، امسح فيها، لان فيها بص رواسب المسحوق باينه خالص على الركنه. فلازما الخطوه دي حتى لما تيجي تشطفي الفوطه تحت الميه تلاقيها بتنزل ميه مش نضيفه، لانها بتشيل كل التراب اللي احنا طلعناه بالاسبونشه. هرجعها جديده زي الاول. بان الفرق بقى فظيع. كده خلاص خلصت. بوريكم خلاص ان هي خلاص الركنه نطفت معايا خالص.
خلاص اهي الركنة بقت ما شاء الله نضيفة جدا. انا بقولك ان هي بس ده مبلولة مية بس ما شاء الله بجد. جربوا الوصفة ديت هتعملوا هتستفيدوا منها جدا. اي بقع اي بهدلة من الولاد كده